اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صباح الفل والورد والياسمين، صباحكم مشرق بنور الله. انا الحمد لله بقى وضبت الشقة ونضفتها وفرشت فرش الشتاء عشان نجهز بقى مع بعض للشتاء. ودي الحفاظات اللي كانت مفروشة انا شلتها وغسلتها والحمد لله نشفت وطبقتها، وهحطها بقى في اكياس وعينها. ده السجاد فرشته ولبست الانتريه الكسوة بتاعه. النهاردة اليوم كان طويل قوي وكان عندي فيه حاجات كتير جدا، علشان كده كنت صاحية بدري فقلت انجز. وكان عندي غسيل بقى كتير طبعا، كان عايز يتغسل وغسيل عايز يتنشر وغسيل عايز يتشال ويتطبق، فقلت بقى اقوم بدري عشان انجز ده كله. عايزة اقول لكم كسوة الانتريه دي تحفة، بتخلي شكل الانتريه حلو جدا. شايفين الحيطة دي؟ ده ورق حائط العيال طبعا هما اللي عاملين فيه كده، بس انا مش هجددها دلوقتي لان هما دي يعتبر الحيطة دي لعبتهم، كل شوية يدخلوا يتسلوا يقشروا شوية فشوية كده وهدهنها. هنا بقى كنت خلصت الغسيل ونشرت. طبعا البيت اللي بيكون فيه اطفال فعلى طول غسيل 24 ساعة غسيل. وبعد كده خلصت وجهزت ورحت بقى مشوار، رحت جبت شوية حاجات، كان ناقصني شوية طلبات للبيت، فقلت بقى انزل اخلص حاجتي قبل ما الولاد يجوا من الحضانة. انا نزولي بيكون صعب قوي هما معايا، انا مش بعرف اتحرك بيهم كويس، فما بصدق ان هما يروحوا الحضانة وبخلص بقى طلباتي كلها، مش بيكون معايا غير سولي بس. واما روحت البيت بقى لقيت حماتي عاملة عظمة عظمة عظمة. هي عارفة ان اليوم النهاردة كان مضغوط عندي فقالت هي اللي تقوم تعمل الاكل، ربنا يديها الصحة يا رب. وعلى فكرة مكة هي اللي كانت طالبة منها انها تاكل سبانخ، وحماتي عارفة ان انا ماليش في السبانخ قوي فقالت هي اللي تعملها، وعاملها عظمة عظمة عظمة. انا من اول جوازي ما عملتهاش، لا بجد ولا مرة عملتها. انا حماتي نفسها حلو في الاكل قوي بصراحة، لو عملت بيضة لو قلت بيضة بيبقى لها طعم تاني من ايديها. شايفين قوام السبانخ عامل ازاي؟ لا بجد عاملاها حلوة قوي. انا اللي ما كنتش باكلها اكلتها من ايديها. عملت جنبها رز، وطبعا هي كانت سلقة اللحمة فكان ليها شوربة. كان الاكل حلو قوي بصراحة، وكانت كمان عاملاها على لحمة موزة فكان طعمها خطير، واللحمة فيها كانت جميلة وكانت دايبة. هنا بقى كنت حاطة الاكل للولاد عشان اكلهم. عايزاكم بقى تشجعوني وتدعموني، وكل اللي يتفرج على الفيديو يعمل لايك ويعمل اشتراك، وصدقوني دعمكم هيفرق كتير معايا وهيشجعني ان اعمل فيديوهات اكتر.